الثورة السورية والانتفاضة الجماهيرية لإنهاء النظام الاستبدادي والبحث عن بديل ديمقراطي عادل لإتاحة التعبير والحرية لجميع مكونات الشعب السوري. الحقيقة في 26 من أكتوبر من هذا العام دعت الأحزاب الكردية والشباب والمستقلين إلى عقد مؤتمر في مدينة القامشلي بعد البحث والتداول لعدة أشهر في إجراءات هذا المؤتمر. وبالفعل انعقد المؤتمر في مدينة القامشلي في 26 من شهر أكتوبر بتمثيل 256 مندوب، منهم 100 من أعضاء الأحزاب السياسية الكردية و156 من المستقلين الذين يمثلون كافة فئات وطبقات الشعب الكردي. في هذه الجلسة الأولى للمؤتمر تم انتخاب لجنة تنفيذية مؤلفة من 45 عضوا، وهذه اللجنة التنفيذية بدورها رشحت أمانة تتألف من 21 عضوا. وفي إحدى جلسات اللجنة التنفيذية تم تشكيل وفد عن هذا المجلس وإفاده إلى مدينة القاهرة من أجل عدة أمور. أهم هذه الأمور هي البحث مع باقي أطراف المعارضة السورية لإيجاد طريقة أو أسلوب لتوحيد المعارضة على أسس توافقية للتسريع في إنهاء هذا النظام وإيجاد بديل ديمقراطي للشعب السوري. والنقطة الأخرى هي شرح أبعاد القضية الكردية للمعارضة السورية وللرأي العام العربي والدولي، والتي تستند على حق الشعب الكردي في تقرير مصيره ضمن وحدة سوريا، ونؤكد على كلمة ضمن وحدة سوريا. فنكتفي بهذا الإيجاز ونستمع إلى أسئلة الأخوة الإعلاميين والمتواجدين معنا في المؤتمر.